الهرمونات والخصوبة أو الإنجاب أو تأخر الإنجاب. الحقيقة أن الهرمونات بتلعب دور مهم وأساسي في مسألة الخصوبة والإنجاب. ممكن نعدد حاجات كتيرة جدا: هرمون الغدة الدرقية، هرمون الحليب، مقاومة الإنسولين، الاستعداد للسكر، مرحلة ما قبل السكري أو الإصابة بالسكر، ضعف المبيضين أو ضعف إفراز التستوستيرون أو الحيوانات المنوية بالنسبة للرجالة، ودي برضو بيتحكم فيها الهرمونات. ارتفاع نسبة الكالسيوم بالدم، واللي دي ممكن تعتبر بعيدة شوية عن الفكر، لكن هي بتكون نتيجة لاضطراب هرمون زي هرمون الغدة الدرقية. حتى هرمون الكورتيزون نقصه أو زيادته ممكن تكون عائق في مسألة الحمل والإنجاب. أنا لو هتكلم عن الهرمونات ومسألة الخصوبة في السيدات أو في الرجالة فهو موضوع كبير جدا. يبقى احنا كده تقريبا هنتكلم عن كل الهرمونات بتاعة الجسم وكل الغدد الصماء الموجودة في الجسم، ابتداء من المذر جلاند أو الغدة الأم اللي هي الغدة النخامية إلى كل خلية من خلايا الجسم. ففحص الهرمونات وفحص الغدد أساسي 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 في أي حد عنده مشكلة في مسألة الخصوبة أو الحمل أو الإنجاب، سواء بالتأخر سواء بأي مشاكل بتحصل بالنسبة للسيدات أثناء الحمل أو بعد الولادة.